سألتش نفسك قبل كده وليه ما حدش قال لك الموضوع ده؟ ولا انا ولا اي حد غيري قلنا لك ازاي تعرف تلعب صح؟ ما جاش حد وقال لك تعالى يا ابني اقول لك ازاي تتلعب، ازاي تبقى فنان في انك انت تعرف تذاكر وتلعب بالمذاكره اللعب. عاوزين كده نحط كام قاعده مهمه. اول حاجه يفترق لو انت فعلا مذاكر الماده قبل كده ولا انت ميح خالص وطالب مزنوق، ويفترق برضو لو انك انت فاضل شويه على الامتحانات ولا انت طالب مزنوق زنقه الكلاب، فهتفترق معاك بشكل كبير. فعاوزك كده كوبايه الشاي وكوبايه القهوه فيلا بينا يلا بينا. عاوزين كده نبقى متفقين ان احنا في الفيديو ده هنمشي على 3 قواعد في الفيديو بالكامل. اول حاجه قاعده 20/80 والقاعده الثانيه ريفرس انجينيرنج. فهنبدا بالموضوع ده ان دلوقتي الامتحانات قربت وانت مش مذاكر ومش عارف تعمل ايه وهتبدا ازاي. دلوقتي انا نفترض ان عندي ماده عاوز اذاكرها، انا دلوقتي ليله الامتحان هعمل ايه بقى؟ والماده دي انا مش فاهم فيها حاجه ولا عارفها ولا عارفه بتدي ايه اصلا. فاول خطوه هعملها ببساطه ان هبدا اجيب اختبارات سابقه وامتحانات، وهبدا امسك الاختبارات دي واشوف على اجوبتها. لقيت اجوبتها كل اللي هعمله ان امسك الاجوبه دي واقعد انسخها بشكل مفصل. كل اللي عليا ان انسخها زي ما هي، انا مش فاهم اي حاجه بس هنسخ برضه. ليه؟ لان النسخ ده ليه فايده هنقولها بعد شويه. ننتقل للخطوه الثانيه، انا همسك الاسئله دي واشوف شرح الاسئله دي تحديدا هي بس، واشوف ازاي بتتحل. ببساطه شديده احنا دلوقتي بنعتمد اول خطوه وهي قاعدة 20/80. في قاعدة كده سائدة العالم وهي قاعدة باريتو، 20% من المجهود بيعطيك 80% من النتائج. طب ببساطة شديدة هتقعد تركز على ايه هي ال 20% اللي هتديني 80% من الاختبار. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، انا ازاي اعرف ال 20% اللي انا عرفتها اصلا؟ عشان تجيب الحاجات دي فانت لازم يبقى عندك خبرة قبل كده في انك انت اصلا ازاي بيجي الامتحان. طب انا هعرف ازاي ما انا ما امتحنتش؟ فببساطة شديدة باخد الامتحانات واشوف الاسئله، وهي دي الفايده اللي قلت لكم عليها في فايده النسخ. انا لما بنسخ اوريدي بيتحفظ في الذاكره العصبيه والذاكره الحسيه ان انا كتبت الحاجه دي فانا ايدي اخذت عليها. تاني خطوه ان انا لما اجي اسمع الشرح واشوف الشرح ده بيتحل ازاي، فانا لما اوريدي ارجع احل بعد ما سمعت الشرح فانا كتبت المره الاولى وانا مش فاهم بس كتبت المره الثانيه وانا فاهم. وتقعد بعد ما سمعت الشرح تقوم قافل جميع الاجوبه وتحل بنفسك. تواجهك اغلاط كتير وهو ده المطلوب. اول اغلاط دي هتقوم ماسكها وترجع تراجع عليها تاني وترجع تسمع الشرح مره تانيه، وبعد كده هتكرر كل ده على جميع المسائل. يا سيدي بقى وقت في ال 24 ساعه اللي فاضل لينا على الامتحان شوف بقى باقي الحاجات. المهم انك تكون خلصت ال 20% من الكتاب او من المنهج او من التشابترز او ايا كان اللي هيجولك في ال 80% من الاكزام اللي انت بتمتحنه. هعمل ايه بقى ليله الامتحان؟ كتير مننا بيغلط غلط فادح، وهو انك يمسك الكتاب او يمسك السلايدات ياخدها من اولها لاخرها. برضو هنعتمد على قاعدة باريتو انك انت بتاخد ال 20% من الامتحانات السابقة وتشوفهم هم ايه اللي جايين وترجع تراجع عليهم وهم اللي تبدأ بيهم. بس ان انت وفرت حركة واحدة انك انت ما نسختش وانت مش فاهم، انت فاهم اوريدي فهتسمع الشرح مباشرة وترجع تحل بنفسك. نيجي بقى ننتقل للجزء الاخير وهو المهم جدا، وهي فكرة ان انا دلوقتي فاضل شوية على الامتحان وعندي خلفية عن المادة. هقول لك ببساطة وممكن يكون الموضوع غريب، اقرأ الفهرس اللي موجود في المادة لو انت في المدرسة اللي هو الفهرس بتاع الكتاب، ولو انت في الجامعة فمعلش اتعب نفسك وافهم كل معنى من محتوى التشابترز او السلايدات اللي بيديها لك الدكتور او الكتاب لو في كتاب بيتكلم عنه. ليه بقى؟ لانه لما تيجي تمسك الامتحانات وتيجي تشوف الامتحانات انت السؤال نفسه او الحاجة نفسها تديك خلفية عن ايه هي الحاجة دي، فتقرأ الاسئلة كلها بدون ما تحل وبدون اي حاجة، بس هتقعد تعلم بعلامات مميزة على كل المواضيع اللي بتتكرر اكتر من مرة في كل الامتحانات والاسئلة اللي بتيجي. وببساطة شديدة هتقوم ماسك الحاجات دي وهي هتذاكرها مذاكرة مدرسة وعميقة جدا، وبعد كده تبدأ تشوف اللي تحتها في التكرار واللي تحتها في التكرار واللي تحتها في التكرار، وبعد كده هتقوم بعد ما تذاكرهم ترجع تحل عليهم. مجرد ما هتحل عليهم انت اوريدي فهمت المادة بشكل معمق او بشكل مجملي عام لما عرفت وقرأت العناوين، بعد كده ذاكرت بشكل مفصل وبعد كده حليت فانت تشربت المعنى. بعد كده انت كده تكون في نفس الوقت طبقت القاعدة بتاعت باريتو اللي هي 20% ل 80%، بعد كده تقوم مركز على ال 80% من الباقيين اللي هيجوا في ال 20%، وبالطريقة دي انت تكون قدرت انك انت تضمن اكتر درجة ممكنة في الامتحانات. ببساطة شديدة انا بعتمد الخطة دي في حياتي بالكامل وفي اي دراسة انا بدرسها. بشوف انا فاضل قد ايه على الامتحان وايه مدى استيعابي للمادة، فببساطة شديدة شوف انت ايه الحالة بتاعتك، فاضل قد ايه على الامتحان، مدى استيعابك للمادة، بناء عليها تقرر انت ايه الاجراء اللي هتاخده. طول ما انت مش عارف مدى استيعابك للمادة وفاضل قد ايه على الامتحان فانت مش هتعرف ايه الاجراء اللي تاخده. وبس كده. لو عجبك الفيديو تسيب تدعمني باللايك والشير والاشتراك، وابعته لاصحابك لو هم مزنوقين زيك. لو انت بقى معانا في قافلة الطلاب
المزنوقين، فانزل اشترك معنا في القناه عشان نشوف محتوى كتير وفيديوهات هتساعدنا ان احنا نفتك الروق من خانه الطالب المزنوق. ربنا يوفقكم اجمعين في الامتحانات ان شاء الله تعالى ويوفقنا معاكم، واشوفكم الفيديو الجاي.